السلام عليكم أخي الحبيب، أختي الكريمة. إذا كان معك شهادة نجاح من الثانوية ستقبل بالجامعة. لا حل بدون تلك الشهادة. هنا الجميع توجه للحصول عليها من أبنائنا وبناتنا، لأن لا حل في غيرها، ولله المثل الأعلى. الوصول للجنة لا بد من شهادة من رب العالمين، وكفى به شهيدا. وهذه الشهادة هي صلاح الصلاة لأبنائنا ولنا. حي على الصلاة. ولنعرف ذلك اسمع للحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله. من هنا نزف بين يديك أخي الكريم، أختي الكريمة، المشاركة في أعظم وقف يبنى في مكة المكرمة، ريعه يصرف في إرشاد الناس للصلاة الصحيحة وضوءا وإقامة وخشوعا، ببرامج إعلامية ودورات تدريبية ومطبوعات علمية للمؤذنين ولأئمة المساجد، ولكل من يصلي من الرجال والنساء والأبناء والبنات والطلاب والطالبات والأطفال. بل الأروع أن من قصر بصلاته يعينه، والأجمل أنه يبنى في أقدس البقاع بمكة المكرمة. ولذا جمع هذا الوقف بين أعظم عبادة وأعظم مكان بأرض الحرم، وكلفته 6,125,000 ريال. فتخيل أخي الحبيب، أختي الكريمة، أنك تأتي يوم القيامة وأنت مشارك في تعليم الناس الصلاة وتعظيمها والدعوة إلى المحافظة عليها، وهي أحب عمل إلى الله. فإن قلت كيف ذاك؟ أقول: ما عليك إلا أن تدخل على الراجح من جوالك أو من الصراف أو من البنك، وتقوم بالتحويل على هذا الحساب الرسمي وقف تعظيم قدر الصلاة. ومن البنوك الأخرى التحويل على هذا الحساب. وهنا أصبحت أخي الحبيب، أختي الكريمة، في أي مكان في العالم داعية إلى الله، لا ينقطع أجرك حتى بعد مماتك، وبأقدس عبادة وأقدس بقعة على وجه الأرض. قال الحبيب مبشرا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية أو علما ينتفع به. وكل ذلك لك في هذا الوقف، والأجمل أن تنوي بهذه الصدقة لك ولوالديك ولمن تحب. وصلى الله على حبيبنا محمد بعدد من أنفق وبمن غفل. هذا المقطع برعاية صلواتنا حلل الهدى، أوقاتها وقف لها. صلواتنا أبد المدى سنظل